بمناسبة افتتاح قناة السويس في 17 من نوفمبر 1869، طلب الخديوي إسماعيل من عالم المصريات ميرت باشا والملحن الإيطالي العالمي فيردي تقديم أوبرا للاحتفال بحفر قناة السويس. وقصة الأوبرا صراع بين الحب والواجب، أسيرة حبشية قامت بدورها أم كلثوم، أسرها المصريون وأحبها القائد راداميس، وقام بدوره الفنان إبراهيم حمودة. لكن أمنريس ابنة فرعون وقفت في وجه هذا الحب. تنتهي القصة بمقتل راداميس بعد محاولته الهرب مع عايدة إلى الحبشة. وفي هذا الفيديو قمت بإعادة تخيل المشهد الأول من القصة، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة. أراك يا نور عيني بعد اشتياقي ووجدي، دعني ولا تمن مني ماذا لك الآن عندي، لي قلب تركته في يديك، إنه اختار غير قلبي حبيبا، وكيف يهوى فؤادي من خان في الحب عهدا. لا تؤمنين بحبي، قد كذب الحب وعدا، ألم يقدم أمامي إليك فرعون بنتا، فكيف تخلص منه وشره ما أمنت. سنحارب الأحباش بعد ليالي، وأنا علي قيادة الأبطال. فإذا انتصرت على الأعداء ورجعت من حربي أجر النصر في أثيالي، بينت للملك الذي لاقيته في حبنا وكشفت عن آمالي. إذا تصب أداها على أبي وعلي، من كنت أمس خطيبا لها وعدت إلي. سأحميك، هراك ليس يجدي، ورأي لا يجنبنا التعدي، وإما إن أردت لنا نجاة رضيت معي سبيلا ليس يرضي. وما هو هذا السبيل الأمين؟ لنغرق خلاصا من الناقمين. أهجر مصرا مراح أهلي ومسرح اللهو والشباب. الحب يبني لنا ديارا تغني عن الأهل والصحاب. لو كنت تهواني سمعت كلامي ورأيت